يعني مجرد ما تبص في الخريطة تعرف ايه اللي موجود في الاتريبيوت تيبل. هنتعلم مع بعض دلوقتي السيمبولوجي، وهو طبعا بيفرق في التمثيل على حسب مثلا بوينت او لاين او بوليجون، وعلى حسب احنا عايزين نظهر ايه في البيانات، مثلا لو حاجة معينة او كده، وايه التمثيل المناسب ليها. فهنبدأ على طول مثلا وليكن بالشوارع اللي هي الستريت. بندوس كليك يمين على الطبقة، بعد كده سيمبولوجي. هنا معانا الديفولت اللي هو بيكون السنجل سيمبل، ده اللي هو موجود دلوقتي. ده بيخلي الطبقة كلها لون واحد سمك واحد وكلها نفس الشكل، مفيش أي اختلاف. فأول حاجة معانا مثلا اللي هي اليونيك فاليو. تمام كده، ده بيكون اللي هو بيدي لكل مجموعة مثلا أو لكل خط لون معين على حسب فيلد محدد أنا بحدده له. تمام كده. فهنفهم الكلام ده دلوقتي ازاي. نفتح الأول كده الاتريبيوت تيبل بتاع الطبقة. دلوقتي انا طبعا عندي فيلد مثلا بيقول ان هي في محافظة ايه، فهم كلهم في محافظة القاهرة. ما ينفعش ان انا اظهر البيانات على اساس الفيلد ده، لان هو برضه هيبقى كلهم لون واحد في الاخر. فمثلا وليكن انا عندي الفيلد ده فيه شياخة ان كل شارع مثلا في انهي شياخة او تابع لمنطقة ايه. تمام كده. فانا بعد ما بختار النوع اللي هو يونيك فاليو، باجي هنا كده الفيلد، هنا بقى المفروض ادخل الفيلد اللي انا هظهر البيانات دي على اساسه. تمام كده. فبختار من هنا كده نفس اسم الفيلد اللي انا عايز اصنف على اساسه البيانات دي. تمام كده، فاختار اسمه من هنا. وفي الكالر سيم هنا بختار اي تدرج الوان بقى انا عايزه، مثلا وليكن ده. هنا بدأ فعلا ان هو في كل شياخة يعمل لي الشوارع بلون معين لوحدها، عشان مجرد ما ابص كده اعرف ان المنطقة دي غير المنطقة دي. يعني الشوارع هنا كده دي طبعا منطقة، واللون التاني ده طبعا منطقة تانية. تمام كده، ده كان باختصار اللي هو اليونيك فاليو. تمام. وبرضه هنا كده ممكن ان انا اغير على لون خط مثلا او الشكل بتاعه او السمك او ايا كان. تمام. وهنا في الكونتنت بيعمل لي زي مفتاح خريطة، ده بيكون في كل لون بيدل على شيخة ايه. تمام كده. وطبعا الكلام ده مش على مش اللاين بس، ممكن اعمله على البوينت عادي، ممكن على البوليجون. يعني عادي، هي الفكرة بس انها تتفهم ان انا مثلا بناء على فيلد معين هو بيخلي لي كل حاجة بلون. هنا عشان في كذا خط مشترك في نفس الشياخة، فهو في يعني خلى مجموعة من الخطوط بنفس اللون. لكن لو كان عندي مثلا كل خط في شياخة معينة، كان هيخلي كل خط بلون لوحده. تمام كده. في عندنا النوع التاني اللي هو ال graduated color. ده بيكون اللي هو تدرج الألوان على حسب تصنيف معين، اللي هو الفئات يعني. تمام كده. فمثلا دلوقتي أنا لو عندي الشوارع دي عندي فيلد للسرعة بتاعتها، وليكن السرعة عندي من 40 ل 120. فأنا هبدأ إن أنا أعمل له تدرج ألوان، اللي هو مثلا بحيث إن اللون الخفيف ده كده سرعة قليلة، وكل ما اللون يتقل كده سرعة الشارع بتزيد. تمام كده. فممكن مثلا نيجي نعملها على حاجة تكون بوليجون مثلا، وليكن هنعملها على المباني. فأروح برضو كليك يمين، بعد كده سيمبولوجي. ماشي، ونختار هنا كده graduated color. هنا هيبدأ ان هو يعمل تدرج الالوان، وبرضه من هنا انا بختار الفيلد اللي انا عايز اعمل على اساسه التدرج ده. تمام كده. طبعا في الجرادويتد كولر بيكون الفيلد لازم يكون ارقام، يعني مش هينفع اعمله على حاجه تكست. تمام كده. فمثلا لو فتحت هنا كده الاتريبيوت تيبل بتاعها برضو، هنا كده هم يعتبر كلهم تكست. الحاجات الارقام اللي عندي مثلا اللي هو الشيب لينس والاريا. تمام كده. فهو اليوم هنا كده جايب لي الشيب لينس والاريا. فانا مثلا هاخد بالاريا يعني مساحة المبنى، فكل ما تكون اللون خفيف يبقى كده مساحة المبنى ده صغير. كل ما اللون بيتقل كل ما مساحة المبنى عمالة بتزيد. تمام كده. هنيجي بقى لحاجة مهمة جدا اللي هي الميثود. ده بيكون الفئات دي يعني هنعملها على اساس ايه. تمام كده. في اللي هو الديفولت اللي هي بتكون معمولة الناتشورال بريكس، او اللي هو الجينكس، ده بيكون الفواصل الطبيعية. تمام كده. ده بيكون يعتبر أقرب حاجة للبيانات، عشان مثلا لو في فجوة بين رقم والتاني فهو بتكون يعني دي أقرب حاجة عشان تمثيل البيانات. فعشان كده ممكن نكون بنستخدمها كتير شوية. تمام كده. اختيار الميثود ده بيكون مهم جدا، لأن كل حاجة يعني ممكن إن أنا مثلا أجي أمثل بيانات فاختار حاجة غلط، فكده التمثيل بقى غلط. تمام كده.
فانا لازم اكون اختار حاجه تكون مظبوطه مع البيانات. طيب ده بنعرفه ازاي؟ ان انا اشوف الارقام دي عندي من كام لكام، الفواصل ما بينهم عامله ازاي، مثلا هل في رقم في النص في فجوه كبيره قوي. اعرف الكلام ده كله عشان اقدر ان انا اغطي البيانات اللي عندي كلها عشان يكون التمثيل مظبوط. تمام كده، عشان احنا مثلا لو اخترنا مثلا الايكوال انترفال مثلا، ده بيكون يعني هيغير معايا التمثيل البيانات. تمام كده، بص يعني عمل تمثيل تاني خالص، وده كده تمثيل غلط. تمام كده، فعشان كده بنبدأ ان احنا نختار على حسب البيانات اللي عندي يعني. والايكوال انترفال عامة ده بيكون اللي هو فئات متساوية. ان مثلا لو انا عندي مثلا من 0 ل200، فمن 0 ل50 دي فئة، ومن 50 ل100 دي فئة، ومن 100 ل150 فئة، وهكذا. تمام كده. بعد كده عندنا الكلاسز، ده بيكون عند الفئات اللي انا عايز اصنف ليها مثلا. فانا لو خليتهم 13 فئة، هيبدأ ان هو تدرج الالوان هيزيد، وهيبدأ طبعا ان هو هيكون الفرق اقدر ان انا الاحظه اكتر من لما تكون عدد الفئات قليل. وهنا بيكون برضه عامل مفتاح الخريطة لكل فئة الرقم من كام لكام، واللون بتاعها ايه. بس واخر حاجة الكالر سيم، برضه نفس الكلام، ده التدرج الالواني ممكن نغيره براحتنا لو احنا عايزين نستخدم اي تدرج تاني. تمام كده. بس ده كده كان اللي هو الجرادويتد كولر. ونفس الفكرة برضو، مش لازم يكون على البوليجون بس، انا ممكن اعمله زي ما قلنا على الشوارع مثلا لو معايا السرعة، او حتى الطول مثلا بتاع اطوال الشوارع. ممكن على البوينت، ممكن ايا كان اللي انا عايزه يعني. بس احنا بنفهم الفكرة مع بعض. تمام كده. هنسيبنا من ده دلوقتي، وهننزل للانكلاسد كولر. ده زي الجرادويتد، بس كل الفرق اللي ما بينهم ان الجرادويتد ده بيكون فئات، من الفئة دي للفئة دي. الانكلاسد جاي من اسمه ان هو غير مصنف، ده ما بيكونش فيه فئات، هو بيكون من رقم كذا لرقم كذا، ويعمل تدرج الوان وخلاص. برضه ممكن نختار من هنا الفيلد اللي احنا عايزينه مثلا، وليكن الاريا، وهنا الابر ليبل واللور ليبل. نختار الارقام وخلاص، اللي هو عاملها من 680 الف لحد 39 الف. الرقم الصغير برضو اللون بتاعه هيكون خفيف. تمام كده. والمساحة الكبيرة هتكون اللون بتاعها تقيل. بس فده مش مصنف، ده بيكون زي اللي هو تدريج ألواني كده، اللي هو عايم يعني. تمام كده، مش مصنف زي ال graduated color. تمام كده. هنيجي بقى للبايفيريت color. ده كل الفكرة فيه هي برضو، بس بدل ما أصنف حاجة واحدة هصنف حاجتين في نفس الوقت. تمام كده. فمثلا لو أنا عندي نقط لكثافة السكان مثلا، أو أنا عندي عامة فيلد يعني لكثافة السكان ومتوسط الدخل، فأنا ممكن أصنف الاتنين مع بعض في نفس الحاجة، بدل ما أخلي اللي هو ده تصنيف لوحده ده تصنيف لوحده. تمام كده. فهو حتى هنا بيكون في زيادة، اللي هو فيلد واحد وفي فيلد اتنين، فأنا بختار الاتنين مع بعض. زي هنا كده، هو جه في الكونتنت عمل تدرج للشيب لينس وتدرج للشيب اريا، فده بيصنف الاتنين مع بعض، او اصنف حاجتين مع بعض يعني، بدل ما اصنف حاجه واحده. تمام كده. فزي ما قلنا ان احنا ممكن اعمل مثلا عدد السكان ومتوسط الدخل. تمام كده. بس ونفس الكلام برضو بختار الفيلد والميثود اللي انا عايزها. نفس الكلام برضو اللي كان عندي، وبختار مثلا البيكسلز دي تكون كام في كام. تمام كده. وتدرج الالوان اللي انا عايزه من الكالر سيم، وهو نفس الفكره، بس ان انا بصنف حاجتين مش حاجه واحده. تمام كده. هنيجي مثلا دوت دينستي، ده بيكون عشان كثافه حاجه عايز ابينها عندي. ماشي، مثلا هنشتغل على ايا كان، على الشيب لينس. ماشي، يعني هي المفروض مثلا لو نشتغل على السكان مثلا. تمام كده. فانا لو عندي فيلد للسكان، فانا عايز اشوف انهي منطقه فيها تكدس سكاني وانهي منطقه ما فيهاش سكان كتير. فانا هبدا ان انا ادخل الفيلد اللي فيه عدد النسمه للسكان، وهيبدا بقى النقط اللي هلاقي فيها، المنطقه اللي هلاقي فيها نقط كتير، فدي كده فيها تكدس سكاني. تمام كده. فهنفهم برضو الحاجات اللي فيها. مثلا نخليها برضو على الشيب اريا. تمام كده. هنا بيكون الدوت سايز، ده بيكون المقاس بتاع الدوت. وهنا الدوت فاليو دي مهمة جدا. دلوقتي مثلا أنا عندي الدوت فاليو 1000، كل ما أقلل الرقم كل ما العدد بتاعها هيزيد. فأنا مثلا لو عندي منطقة، يعني نتكلم على السكان. تمام، نسيبنا من المساحة دلوقتي، فعشان ايه نفهم الفكرة ماشية ازاي. فدلوقتي عندي مثلا سكان في منطقة فيها 3000 نسمة. تمام كده، أو فيها 3000 شخص يعني. تمام كده. ف انا خليت الدوت فاليو 2، يعني خليت رقمها 2. فكده هيعمل في المنطقة اللي هي فيها 3000 شخص دي، هيعمل فيها 100 1500 نقطة. تمام كده.
ولو خليتها بواحد يبقى هيعمل 3000 نقطة. فهي نفس الفكرة، يعني أنا كل ما أقلل مثلا الرقم، لو خليت مثلا الرقم ده كده عشان نفهم الفرق، مثلا خليته 400، تمام كده عدد الأرقام بيزيد لأن أنا كده خليت الفاليو بتاع النقطة رقم قليل. فكده بقى يعني ده بيكون نسبة وتناسب مع الرقم بتاع المساحة أو مع الرقم السكان زي ما احنا قلنا. تمام كده. بس هي دي برضو فكرة الدوت دينستي، ده عشان احنا نخلي ان مجرد ما نبص كده في المنطقة نعرف فين التكدس السكاني وفين الحتة اللي ما فيهاش سكان. تمام كده. هنيجي برضو لحاجة تانية اللي هي البروبورشنال سيمبولوجي او سيمبل. ده بيكون حجم الدايرة على حسب الرقم او على حسب الفيلد اللي احنا دخلناه. فبرضو هنيجي لنفس الفكرة بتاعت السكان برضو. لو المنطقة فيها الدايرة كبيرة يبقى ده كده فيها عدد سكان كبير، كل ما الدايرة تصغر كل ما كان كده عدد السكان بيقل. فممكن نيجي نعملها مثلا هنا عندنا في أي دوت، أي بوينت عندنا مثلا هنا كده، وليكن على المدارس. هفتح برضو السيمبولوجي بتاعها. تمام كده. فهختار النوع هنا كده البروبوشنال سيمبل. وهنا برضو هختار مثلا عدد الطلاب، يعني اشوف عدد الطلاب اللي في المدارس، كل ما كان عدد الطلاب كبير كل ما كانت الدايرة تكون كبيرة، وكل ما الدايرة تصغر كل ما عدد الطلاب كان بيقل. فاختار الستودنت. تمام. نفتح برضو الاتريبيوت تيبل بتاعه عشان نكون فاهمين. هنا هلاقي فيه فيلد للستودنت، المفروض ده فيه عدد الطلاب في المدرسة، اللي هو الفيلد ده بيكون عدد الطلاب جوه المدرسة. فانا كده عرفت برضو ان المدارس اللي هي حجم الدايره فيها كبير فدي كده فيها طلاب كبير كتير. وكل ما كان الدايره بتقل زي دول كده، فده كده الحجم في المدارس الحجم الطلاب في المدرسه قليل. تمام كده. وهنا برضو اللي هو المينيمايز سايز، مثلا لو انا عايز اقلله شويه عن كده عشان برضو لازم يكون حجمه متناسب مع الخريطه بتاعتي، عشان ما يكونش الدايره كبيره قوي فهي تداري على معالم الخريطه خالص. فبنعملها برضو بنسبه وتناسب مع الخريطه اللي عندي. وهنا برضو مفتاح الخريطة بيكون كل حجم مدرسة، حجم الدايرة بيساوي مثلا رقم كام. فالكبيرة مثلا من 1000 لأكتر من 1000، واللي بعدها 500، اللي بعدها من 100 ل500 وهكذا. تمام كده. ده بالنسبة لل البروبورشنال سيمبل. هنيجي بقى لحاجة تانية اللي هي التشارتس. وبرضه انا ممكن اعمل جرادويت لو انا عايز عادي، يعني ممكن اعمل جرادويت مثلا ان انا اعمل تدرج. برضه كل ما كان عدد الطلاب كبير كل ما كان اللون يكون تقيل، وكل ما اللون يخف يكون عدد الطلاب بيقل. فنيجي للتشارتس، في هنا عندنا كذا نوع جواها، في البار وفي الستيجد وفي البي. تمام كده. في البار ده بيكون كل ما كان مثلا طول العمود آه، كل ما العمود كان بيطول كل ما برضه عدد الطلاب كان زيادة، وكل ما العمود كان قصير يبقى عدد الطلاب قليل. تمام كده. بس يعني هي دي الفكرة. وهنا برضه ممكن اختار تدرج الواني ليها او كده. تمام كده. هو معملش تدرج الالوان عشان انا عامله على الاوبجكت اي دي. فانا لو جيت هنا مثلا ممكن اختار، انا عندي في فيلد للبنات وللولاد عددهم في المدرسة. تمام كده. فانا مثلا ممكن اختار هنا كده عدد الولاد، وهنا كده عدد البنات. فهيبدأ ان هو يعمل لي عمودين جنب بعض. تمام كده. فانا بقيت عارف ان هنا مثلا في المدرسة دي كده هو هنا لون البنات باللون ده والولاد باللون ده. فانا عارف ان هنا كده نسبة البنات اعلى من نسبة الولاد. تمام كده. هنا يعتبر متساويين بس نسبة الولاد اعلى. هنا نسبة الولاد اعلى من البنات وهكذا. ممكن ان انا ابدا اعمل كذا عمود عشان مثلا اقارن بين الداتا. فانا لما اشوف الخريطة اعرف ان الداتا هنا كده اقدر ان انا اقارن ما بينها. وبرضه بيعمل هنا مفتاح للخريطة ان هو كل لون بيكون لإيه وكده. وهنا ده كل طول مثلا عمود معين ده من رقم كذا لكذا بيقسمها فئات. تمام كده. وممكن بقى نجيب الدوائر المقسمة. تمام كده. ده بيكون بالشكل ده برضو لو عملنا اللي هو الميل للفيميل. نفس الفكرة برضو بتكون هنا عدد الولاد أقل من البنات، هنا مثلا تقريبا متساويين وهكذا. طيب أنا ممكن عندي احنا اتكلمنا في البروبورشنال سيمبل ان هي بتخلي الدايرة تكبر وتصغر على حسب الداتا اللي عندي.
طيب هنا انا بقارن بين داتا وداتا، انا ممكن ادخل الاتنين في بعض، اعمل اللي هو اقارن حاجه بحاجه اللي هو مثلا عدد الذكور للاناث، وفي نفس الوقت اخلي الدايره برضو بتكبر وبتصغر مثلا على حسب عدد الطلاب في المدرسه. طيب هنا نعملها ازاي؟ زي ما انا برضو من هنا كده باجي عند السايز تايب، هنا معمول فيكسد ان هو يكون ثابت. تمام كده، انا ممكن اختار فيلد، يعني اقول له انا عايز اعمله على اساس فيلد مثلا، واجي هنا كده في الفيلد اختار الستودنت. فانا هنا كده عملت الاتنين، خليت اللي هو اعرف نسبة الذكور للإناث كام لكام مثلا، او بالنظر كده اشوف انهي اكتر من التاني. وفي نفس الوقت كل ما كانت الدايرة كبيرة كل ما عدد الطلاب كان زيادة في المدرسة، وكل ما الدايرة دي صغرت كل ما عدد الطلاب كان بيقل. وبرضه هنا بيعمل مفتاح الخريطة برضه، مفتاح خريطة ان هو حجم الدايرة ده مثلا لحد رقم كام في عدد الطلاب بس. وهنا المينيمايز سايز برضه عشان نفس الكلام اللي اتفقنا عليه، هنا كده مثلا هي مدارية على معالم الخريطة شوية، فبنبدأ إن احنا نظبطها عشان يكون في نسبة وتناسب. تمام كده بس. وده كده يعتبر كان أهم الحاجات في السيمبولوجي. في الهيت ماب ده بيكون للخرائط اللي هي بتاعة الحرارة الطقس والكلام ده. تمام كده. وفي الديكشنري ده بيكون لو أنا مثلا عندي معايير معينة أنا أعملها مثلا في جدول أو في جدول قبل كده، وعايز أمشي على المعايير دي، زي مثلا ممكن حاجات عسكرية، حاجات تبع الدولة أو هكذا. فبيكون ليا معايير أنا ماشي عليها، فببدأ إن أنا أطبق إظهار البيانات دي، أو إن أنا أظهر البيانات دي على حسب المعايير اللي أنا واخدها أو كاتبها قبل كده يعني. بس كده، وكده نكون إن إحنا عرفنا نظهر البيانات اللي في الاتريبيوت تيبل، بدل ما هي تكون مجرد جدول وكلام مكتوب بس كده، أظهرها على الخريطة عشان مجرد ما أبص في الخريطة أعرف إيه اللي موجود، أو أعرف إن أنا أعمل مقارنة سريعة أو تحليل سريع كده، وأعرف الأعداد اللي عندي مثلا إيه المناطق اللي فيها تكدس أو كده، فأعمل تحليل سريع بدل ما أضيع وقت في إن أنا أفضل أقرأ في مجرد كلام بس في جدول. وبس كده.